لو سالت اي حد من هو الهداف التاريخي لليورو هيقول لك طبعا كريستيانو رونالدو، لكن مش هيقول لك ان كريستيانو امامه 5 ارقام لو قدر يحققها هيكون سيد وملك بطوله اليورو على مدار تاريخه. ده غير انه الهداف التاريخي للبطوله بفارق 5 اهداف عن اقرب منافس ليه وهو ميشيل بلاتيني صاحب ال9 اهداف. ده غير انه اكتر لاعب مشاركه في مباريات اليورو ب 25 مباراه، وبمجرد مشاركته في يورو 2024 يكون هو اول لاعب يشارك في 6 نسخ متتاليه من البطوله، وده طبعا اول رقم هيحققه لو شارك في دقيقه واحده. الارقام الثانيه اللي ممكن يحققها هي 1 في حال تسجيل الدون هدف يكون هو اول لاعب في تاريخ اليورو يسجل في 6 نسخ متتاليه. 2 كريستيانو محتاج لصناعه 3 اهداف علشان يكون هو اكتر لاعب صنع اهداف في تاريخ بطوله اليورو. 3 لو سجل الدون 5 اهداف يكون بكده قفل 900 هدف سواء مع المنتخب او مع الانديه اللي لعب ليها. مجرد تسجيل الدون لهدف واحد يكسر رقم ايفيتسا باستيج كاكبر لاعب تسجيل في تاريخ اليورو. 5 كريستيانو امامه رقم ميشيل بلاتيني وهو تسجيله 9 اهداف في نسخه واحده من بطوله اليورو، ولو قدر انه يتخطاها يكون بكده هو سيد وافضل لاعب في تاريخ بطوله اليورو. فهل تتوقع ان يفعلها